السلام عليكم حبابي، مرحبا بكم معايا في قناه امينه الركراكيه. غنشارك معكم ان شاء الله حريشه ولا اروح. غادي تجربوها ان شاء الله وتعرفوني علاش كنهضر. عندي هنايا 300 غرام ديال السميده الرقيقه، وفيها شويه ديال السميده الغليظه، مثلا واحد نص كاس ديال السميده الغليظه ديال الكسكسو. ودرت هنايا الملحه على حسب الذوق، وهنايا عندي معلقه كبيره ديال النافع، وعندي معلقه كبيره ديال الزنجلان، معلقه كبيره ديال زريعه الكتان، عندي شويه ديال حبه حلاوه. هاد الحرشه كتجي رائعه تبارك الله بهاد الزرارع، كتجي كلها كتقرمش. كنحك دابا هاد الزريعه ديال النافع، ما بغيتش نطحنو، بغيت نديرو هكا صين باش كيبقى كيعطي المذاق اكثر. من بعد خلطت هاد الزرارع كلهم، ها نتوما كتشوفوا غندير واحد المعلقه معمره شاي، معلقه صغيره معمرش المسحوق ديال عرقسوس مطحون، كيجي فيها سبحان الله العظيم على المذاق. وكنتمنىكم ان شاء الله تجربوا هاد الحرشه هادي وكتعرفوني علاش كندوي. دابا غنبسبسها بالزبده والزيت. بسم الله. عندي تقريبا واحد 4 كاس ديال الزيت، واحد معلقه كبيره ديال الزبده دوبتها، وباش غادي نلبس هاد الحرشه كلها خاصها تلبس بهاد الزيت، وكنخليها في هاد القوام هذا. تقدر تبات ليله كامله اولا من الصباح حتى العشيه باش هاد الزرارع كلهم كيعطيو النسمه ديالهم. دابا غادي نحكها مزيان بحال هكا. من بعد لبستها كلها ساليت. دابا التخلط ديالها غادي نغطيها ونخليها تشرب هاد الزيت والزبده وغادي ترتاح. وإلا لاحظتوا راه ما درت شي سكر حتى التالي ان شاء الله. على بركه الله حبابي. الحرشه ديالي بعد ما تبسبسات خليتها تقريبا ليله كامله وهي في هذا الخليط هذا. دابا ان شاء الله ندير لها الخميره، وكيف ما علمتكم في البدايه راه ما درتش عليها السكر. دابا نخلط هاد الخميره مزيان معها حتى تنسجم. وهنا غندير ليها واحد 2 مغارف ديال العسل. عندي العسل مزيان، ما بغيتش ندير ليها سكر ودرت ليها العسل هذا كيكفي الحلاوه. غادي نخلطها مزيان مع هذا العسل. من الاحسن ما نديروش ليها السكر الا كان كيتواجد عندنا العسل، علاش لا، خصوصا كيكون طبيعي. والحمد لله عندنا المواد كلها طبيعيه، بالنسبه للجنجلان، النافع، زريعه الكتان. هاد الحبوب هادو جات بهم زوينه. انا صوبتها للضيوف ديالي وعجباتهم وبغيت نشاركها معكم، خصوصا بالمذاق ديال عرقسوس. هنايا اسمحوا لي ما شرحتش مزيان، هنايا دايره ميها دافيه باش تخلط ليا هاد الخميره هادي وتفعل. حنا كنا كنعرفوا السميده راه كتشرب. بعد ما خلطتها غنخليها دابا تشرب شويه على ما تختمر وهنا معكم. دابا بعد ما السميده ديالي ارتاحت وخمرات، خديت هاد المقله هادي عندي ثقيله، درت ليها حكيت عليها الزبده ودرت ليها السميد الغليظ ديال الكسكسو ماشي السميده الرقيقه، وغادي نقرص فيها هاد الحرشه. غادي نكورها بهاد الطريقه هادي، وكندير ليها دائما السميده الغليظه باش كتجي باينه احسن من السميده الرقيقه بحال هكا. وغادي نحاول ان شاء الله غادي نحطها هنا وغادي ندرسها على الطريقه اللي بغيت، سواء بغيتها رقيقه كنرققها او بغيتها تبقى شويه غليظه. هذه الا كانت رقيقه كتجي مقروشه وزوينه. انا كنبسطها مزيان في هذه المقله، كنحاول هنا نقاد ليها الجناب ديالها لانها ما بغيتش نديرها رقيقه بزاف على قد المقله. هنا كنقاد ليها غير الجنبات ديالها باش تجي مدرجه وزوينه. دابا غادي نديرها فوق من بوطه مهيله شويه وغنخليها طيب على راحتها. وهانتوما معايا دابا غنديرها فوق من هذا الريشو وغادي نقص البوطه وغنخليها طيب على المهل. من الاحسن هذا الريشو هذا لان عنده العافيه الاولى والثانيه باش طيب مزيان وتقروش على خطرها.
وهي كطيب انا غنتقلها بهاد الصينيه هذه باش ما ديرش ليا دوك البواقات وتجيني تجي مسطحه وزوينه. هاد الصينيه غنحط عليها شي حاجه بحال هكا باش غادي تقلها. دابا غنحيد الصينيه وغنشوف واش كتحرك. صافي كتحرك. دابا غادي نحاول نقلبها بهاد الصينيه نيت وغادي نقاد. هانتوما كما كتشوفوا هنايا تحمرات ليا شويه. غنحاول الجهه الاخرى غنخليها مبرونزيه ما نخليها شاي بحال هكا. تحمرات ليا شويه مع العافيه شويه كانت مجهده. حبابي على بركه الله الحرشه ديالي بعد ما تحمرات من الجهه الثانيه جات مقروشه وغزاله. ما بقى ليا دابا ان شاء الله غير نقطعها ونقدمها لكم باش تشوفوا الداخل ديالها كيفاش جات. كيف ما قلت لكم الجهه الثانيه ما حمرتها شي بزاف باش غتبقى في داك اللون المبرونزي ديال الحرشه. هانتوما الحرشه ديالي جات مقروشه وهشيشه في نفس الوقت وغزاله. كنتمنىكم ان شاء الله تجربوها بهذه الطريقه ديال عرقسوس وجات فنه وبتحميره الوجه وما تحشمكم في شيء مع الضياف ديالكم.